صباح الفل. يوم اجازة فهنخرج ونشوف اليوم بتاعنا ماشي عامل ازاي. واول حاجة جهزناها اكل العساسيل اللي تحت اللي هم الكلاب بتاعتي اللي بتستناني عند البيت، ودي اهم حاجة تقدر ان انت تعملها. حيوان بس جنب البيت عندك اديله اكل، ولا تضربه ولا تعمل فيه حاجة. مش قادر تديله اكل سيبه. هنطلع النهاردة مكان جميل بالظبط ساعة من تبليسي عشان نروق دماغنا خالص. دخلنا اشترينا اكل عشان قررنا نشوي النهاردة وما ينفعش ندخل للناس بايدينا فاضية كده. هندخل نشرب واحد قهوة كده عشان نفوق، عشان لسه اليوم طويل. وصلنا منتجع الفيلل في بازاليتي، واول حاجة قابلتنا الجلاش باللحمة. الراجل على العسل ده هو اللي عامله وتسلم ايده بجد. تنبوش دي ايه شبه بن العميد وصل جورجيا، واحد قهوة بالدنيا كلها. وزي ما انتم شايفين كده القعدة من الاخر. بعد قعدة جميلة قررنا ان احنا نقوم نحضر الاكل. بس قبل ما نحضر الاكل تعالوا افرجكم على فيلا من الفيلل اللي موجودة هنا داخل المنتجع. انا صورت المشروع ده تقريبا من سنة وكانوا لسه في مرحلة التشطيبات، ودلوقتي خلصت المرحلة الاولى. وزي ما احنا شايفين في فيلل جاهزة وناس عايشة فيها. وتعالوا نتفرج على التصميم الراقي اللي موجود. مساحة الفيلا اللي احنا بنصورها دلوقتي 103 متر على مساحة ارض 400 متر. عندهم هنا فيلل دور واحد وعندهم فيلل دورين. واي حد مهتم بالمشروع يا ريت يتواصل معايا وانا هبعت لكم المعلومات وكل التفاصيل الخاصة بالمشروع. زي ما احنا شايفين المشروع متقسم صح، وده اول منتجع فيلل استثماري في جورجيا ويبعد عن العاصمة تبليسي بالظبط ساعة. وهنا الشباب بتجهز الاكل عشان ناكل، وانا قلت اسيبهم واروح العب شوية. وزي ما انتم شايفين كده انا بعمل ايه. الاكل بقى ده يا سيدي معمول بكل حب. اتفضلوا معانا.